عن كبائر الذنوب عفوا. نعم. كبائر الذنوب للعلماء منهجان في مكفراتها. الجمهور يقولون لا يكفرها إلا التوبة، لا يكفرها إلا التوبة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني هذا في حق التائبين، وقد قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأما المنهج الثاني يقول هناك طريق آخر لتكفير الكبائر بفعل الأعمال الصالحة التي تكون أكثر وأعظم أجرا من الكبائر. ولعل المنهج الأول أقوى، لأنه قد وردنا نصوص كثيرة تقيد تكفير الأعمال الصالحة بكونها تكفر الصغائر، ومن ذلك قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، رمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فبالتالي قالوا بأن بقية النصوص التي فيها تكفير الذنوب يراد بها الصغائر، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فبعض العلماء قال هذا دليل على أنها تكفر الجميع، لكن لما قال زبد دل على أنها لا تكفر إلا السيئات الصغيرة ولو كانت كثيرة. وهكذا بقية النصوص التي فيها تكفير الذنوب نقيدها بالنصوص الأولى التي قيدت ذلك التكبير بكونه قد اجتنبت فيه الكبائر.